مرحبا بكم البنات في قناتي، اهلا وسهلا بكم. اليوم البنات جبت لكم واحد الدبيره سهله ومهله، عشاء خفيف ظريف، اومليت في الحليب، جات ما شاء الله وبنينه وقادره تسلكك وخفيفه كالريشه. ديروها في الفطور ما تخافوهاش. هنا البنات واش نديرو؟ هيا بينا نروحوا المقادير. هنا البنات عندي غير زوج حبات تاع بيض، ما عنديش بزاف، كاس حليب، تجي واحد الاومليت بالحليب تحفه، والبنه علامه. هنا اذا كان عندك البيض تقدر ديري بزاف، ما عندكش ديري كيما انا. المهم البنات عندي زوج حبات تاع بيض، عندي كاس تاع حليب، ندير فلفل اسود، كمون الاخضر، وندير رشه تاع ملح. ضربيه مليح. درت لهم كاس تاع حليب الا صباع، مش معمر بزاف. اذا حبيتي كميه اكثر تقدري ديري كاس يكون معمر مليح، وديري 4 حبات تاع بيض او 3 حبات كيما تحبي. هنا واش درت؟ دوك نجيب الفرشيطه نضربهم مليح، لازم تضربوهم حتى يتخلط البيض مع الحليب، ما يبقاش البيض مكتل، لازم يروح مع الحليب كيما هكا. ضربيه مليح. هنا واش ديري؟ روحي المقله تاعك ديري لها الزيت او الزبده كيما تحبي، ونقصي لها النار وخليها. جيبي المقله اللي ما تلصقش ونقصي لها النار وخليها. هنا ضربي مليح البيض تاعك. اذا كان عندك فرماج ربي او طاري، اي فرماج عندك في الدار ضيفيه، ما عندكش ما ديريش. هنا انا عندي فرماج ربي مازال عندي شوي، قلت على ما نلوحوش مع البيض وندير هذه الوصفه وهذه الاكله الخفيفه ما شاء الله. بنينه يا البنات، روعه. هنا نضربهم مليح حتى نشوفهم تخلط البيض تاعي مع الحليب، ما بقاش هذاك الكتل تاع البيض، لازم يذوب وخلاص. هنا عندي كتل فرماج ربيته، ضفته اختياري، اذا كنت تحبي ديري، ما تحبي ما ديريش. المهم الوصفه هي راهي يجيب البيض والحليب. هنا ضفتهم مع بعضهم، هنا نخلطهم، نروح المقله تاعي على النار. المقله تاعكم لازم تسخن ونقصوا لها النار، ما تخلوهاش تلوحيها ثم تزربك، لا نقصي النار وخلي، لان فيها الحليب، لازم البيض تاعنا تطبخ مع الحليب باش ما يبقاش الماء ابدا الحليب فيه. هنا اللي جبت الزبده عفوا المقله تاعي اللي ما تلصقش، درت فيها الزيت. هنا تحبي ديري الزبده تحبي ديري الزيت، اختيار لك كيما تحبي. هنا دوك نجيب البيض تاعي بالحليب، نفرغو ونقص النار. هنا واش نديرو؟ غطوها البنات، قفلوا عليها وخلوها طيب على نار هاديه. علاه اللي حبينا الحليب تاعنا يطيب، ما بغيناش الحليب يبقى لنا سائل في البيض. هنا تشوفوا حتى تشوفوا ذوب البيض، يذوب الفرماج والماء ينقص تاع الحليب، نقصوا لها النار وخلوها. تجي واحد الاومليت بالحليب يا البنات تحفه. اللي ما جربهاش غير ننصحكم روحوا ديروها، راهي سهله وماهله واقتصاديه وخفيفه في نفس الوقت. هنا سيرتو اللي ما يحبش البيض ديروا هذه الطريقه، ما تحسوش بالبيض ابدا، كانك تاكل ما تاكلش في البيض. هنا زدت رشه تاع كمون اخضر، رشه تاع فلفل اسود، ورشه تاع ملح قليل قليل فقط، ما تكثروش، لان انا كميه تاعي قليله. انتم اذا تحبوا عندكم كميه تاع بيض بزاف وتحبي ديري كميه لاباس بها، زودي في البيض وزدي في الحليب. شوفوا هنا تشوفوا بلي الحليب يبدا ينشف لنا مع البيض، وتولي لنا اومليت ما شاء الله يا البنات، خفيفه كانك ما تاكليش في البيض. جات روعه ما شاء الله، نتمنى غير تجربوها وروحوا جربوها وردوا لي بالخبر تشوفوا الطريقه واش ناجحه واش بنينه. هنا حلوها دخلوا كي بالفرشيطه تاعكم، ثقبوها باش يدخل يهبط الحليب ويعاود يطيب من بقى من فوق مش طيب، لازم تثقبوها باش يطيب لنا الحليب. سيرتو البنات صحاب الجامعه، العزاب، الناس اللي ما عندهمش شكون يخدم لهم، ديروا هذه الطريقه، روعه في البنه، طبق شهي وما شاء الله. هنا تحبي تقلبيها تحبي تخليها هكا، انا خليتها هكا في المقله، حبيتها نعتها لكم وديروها، ونصح البنات اللي في الجامعه وللناس اللي بزاف ما عندهمش شكون يدير. سهله ماهله دقيقه وانت وجدتها. هاي البنات شوف كيف خفيفه ما شاء الله، جات تحفه. كان سيرتو قلت لكم لا ياكلش البيض، ما تحسوش بلي فيها البيض. وهذا هو الطبق تاعي، طبق سهل ماهل، ونتمنى يعجبكم. وما تنساوش ديروا لنا هذيك البصمه وديروا لنا تعليقات زوينين، وربي يحفظكم، وكملوا الفيديو حتى النهايه، ومع السلامه.